ده تمثال الكاتب الصحفي الكبير أنيس منصور في مدينة المنصورة في شارع الجمهورية. أنيس منصور هو ابن من أبناء محافظة الدقهلية، هو من مركز شربين، وولد عام 1924 وتوفى عام 2011. الكاتب الكبير أنيس منصور هو كان الأول على دفعته في الثانوية العامة في ذلك الوقت. دخل كلية الآداب جامعة القاهرة قسم فلسفة، وعمل أستاذ لقسم الفلسفة في جامعة عين شمس. الأستاذ أنيس منصور كان يكتب مقال يومي في جريدة الأهرام. الأستاذ أنيس منصور هو من رواد كتب أدب الرحلات، وله كتب كثيرة في هذا المجال مثل اليمن ذلك المجهول، وكتاب حول العالم في 200 يوم. الأستاذ أنيس منصور كان صديق شخصي مقرب للرئيس الراحل أنور السادات،